أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وحلقة قوية مع شخص قدر يبني ويزرع ويحصد وقدر إن هو يأسس نفسه. شاب زي أي شاب ابتدى في مراحل حياة عادية جدا وقدر إن هو يحقق إنجازات وأهداف ويكون رئيس مجلس إدارة لمجموعة شركات. إحنا النهاردة هنتكلم في حاجة من أهم الحاجات بالنسبة لأي رائد أعمال، بالنسبة لأي حد صاحب بيزنس، بالنسبة لأي مشروع، وممكن يغفل عنها وده يؤدي سبب الفشل وسبب الخسارة للبيزنس بتاعه. في ناس كتير جدا أذكياء وقادرين إن هم يحصلوا على الأفكار اللي تجيب لهم الفلوس، لكن بتضيع الفلوس بسبب عدم معرفتهم وإدراكهم بإن هم إزاي يستثمروا الفلوس، وان هم بيغفلوا عن حاجة مهمة جدا وإدارة مهمة جدا واللي هي الإدارة المالية. في الحلقة بتاعتنا النهاردة هنعرف من رجل الأعمال أستاذ أحمد بدرة إيه هي الإدارة المالية وأهمية الإدارة المالية بالنسبة إن أنت إزاي تكبر، إزاي تستثمر الفلوس اللي أنت بتقدر تحصل عليها من البيزنس بتاعك، وايه هي اهميه الاداره الماليه بالنسبه لاي بيزنس بيبتدي، وهل الاداره الماليه دي للشركات الكبيره بس ولا لاي حد بيبتدي بيزنس؟ حتى لو بيزنس صغير جدا هو محتاج اداره ماليه زي اداره التشغيل واداره المبيعات واداره التسويق. معانا ومعاكم النهارده رجل الاعمال رئيس مجلس الاداره استاذ احمد بدر. استاذ احمد بدر، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك نورتنا وشرفتنا النهارده في البودكاست بتاعك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بدايه كده حابب حضرتك تديني نبذه مختصره للجمهور. استاذ احمد بدر وقت ما كان شاب وتخرج من الجامعة كان فكره عامل ازاي لحد ما ربنا وفقه بإذن الله، ثم بسعيه ان هو قدر ان هو يكون رئيس مجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو سؤال مباغت يعني، بس لو انا بتكلم عن نفسي زمان، هو انا من ايام الدراسة وانا بشتغل، يعني اشتغلت حاجة كتيرة جدا. اشتغلت في مصانع حديد وصلب، اشتغلت في وانا صغير قوي اشتغلت في معمل ألبان، وانا في الجامعه او قبل الجامعه كمان اشتغلت مندوب. كان في حاجات صغيره كده بتتباع للشركات او للجمهور، زي على ما اعتقد حاجات لو تفتكروها انتوا اطلس، القاموس الانجليزي عربي، الحاجات دي كنت بنزل انا ابيعها زمان وانا صغير ايام الثانويه العامه، من اولى ثانوي لحد ثالثه ثانوي. بعد كده يعني عجبني قوي سلك المبيعات، يعني ده الطريق اللي انا خدته من وانا في الجامعه. فكنت بعمل رحلات ايام الجامعه، وده كان مصدر رزق ليا او مصدر دخل ليا، كان كويس. بعد كده انا ما اعتقد ان انا فعلا ما اشتغلتش الا مبيعات في حياتي كلها. يعني من اول ما اتخرجت من الجامعه وقبل الجامعه انا في مجال المبيعات الى هذه اللحظه. يعني احنا دلوقتي لو هنقول ان حضرتك او اللي شكل مهارات حضرتك وقدرات حضرتك هي المبيعات، وان انت حضرتك ابتديت من سن صغير، ما استنيش ان انت تتخرج وتسلك بقى المسار الوظيفي واشوف بقى بشهادتي واسعى بقى ورا وظيفه والكلام ده، لا ده انت من قبل كده اصلا ابتديت من هنا ان انت تشتغل وتسعى. حتى وانت في الدراسه ابتدي ان انت تفكر وتبتكر ازاي تقدر ان انت تعمل مصادر دخل وما تعتمدش على وظيفة او دخل بس من الاهل. فده كان هو السبب الرئيسي في ان هو شكل بعد كده الشخصية بتاعت استاذ احمد بدر بعد التخرج. خلينا نبقى واضحين في نقطة مهمة عندي. انا بطبعي مش شخص بحب الوظيفة، يعني طول عمري شايف ان من ايام والدي رحمة الله عليه، طول عمري شايف ان الوظيفة شيء بيحجم البني ادم، بيخلي طموحه بيتقتل، مش بيزيد. وظيفة ليها دخل ثابت ما بيتغيرش، بيزيد كل سنة بنسبة معينة على حسب هو موظف في الحكومة، موظف في قطاع خاص، فني في مصنع، ايا كان. حاجة بتخليك ماشي بروتينية. طبعا فيها نوع من انواع الامان، وفي طبعا ناس كتيرة بتحب العمل بالطريقة دي، ودي شخصيات، ودي ما اقدرش اختلف فيها مع حد، بس انا بتكلم على شخصيتي انا. انا ما بحبش عنصر الامان في الحياه، انا بحب المخاطره باستمرار. بحب اعمل حاجات انا عارف ان هي ممكن تبقى صعبه عليا في الوقت ده. طبعا ممكن مع السن النهارده ممكن صعب ان انا خاطر، انما وانا شاب صغير لا، كنت بحب المخاطره جدا، كنت بحب اخش مجالات جديده ما اعرفهاش، كنت بحب اتعلم جدا. الحاجات دي كلها اثقلت شخصيتي، وهي اللي خلتني اروح لمجال
البيزنس او المبيعات في الاول، يعني لان هو كان يعتبر هو ده المجال الرئيسي بتاعي. اثقلت فيا حاجات كتيره قوي في الفكر وفي التعامل مع الشخصيات، واللي انت تكلم كل شخص بطريقته وبطبعه، لان هو ده الطبيعي. اللي تلاقيش ابدا اللي بيشتغل سيلز او اللي بيشتغل في المبيعات مش هنقول عليه متلون، هنقول عليه بيعرف يغير نفسه قدام العميل بتاعه، عشان يبقى العميل بتاعه مطمن له ومقتنع بيه اكتر. بيكون مرن على حسب اللي اللي بيبقى قدامه. في نوع من انواع المرونه في المعامله، ما بيبقاش شخص صلب، ما بيبقاش شخص ما بيعرفش يرد، ما بيعرفش يواجه الاسئله اللي بيتسالها. كل دي حاجات بتثقل الخبره في التعامل مع الناس، وهو ده اللي بيخليه في يوم من الايام ينفع يكون رجل اعمال ناجح او صاحب منشاه او صاحب عمل. بالظبط، لان هنا في المبيعات هو زي ما حضرتك ذكرت ان هو بيتعامل مع فئات كتير جدا مختلفه مستوى العقول. واحنا لو جينا بصينا اصلا ان اي بيزنس في الدنيا، هو لو حد احسن حد في الدنيا وشاطر جدا لكن مش عارف يبيع، هو خلاص البيزنس بتاعه بيتقفل. لكن هو عارف يبيع هيعرف يعمل بيزنس لاي اي منتج، اي سلعه، اي خدمه هيبتكرها، هيشتغل فيها، هيقدر يسوقها ويبيعها، فهيدخل انقام. هيقدر بعد كده ان هو يتعلم بقى، حتى لو ما عندوش مهارات الاداره نفسها هيقدر يتعلمها. صحيح. لكن هي المهاره الاساسيه رقم واحد هي المبيعات فعلا. صحيح. ده بعد الدراسه هو دوت اللي خلى استاذ احمد بدره ان هو يقدر بعد كده يترقى في مستويات البيزنس ويعمل بيزنس واثنين وثلاثه، وقدر بعد كده ان هو يشكل المؤسسه اللي هو موجود فيها حاليا. صحيح. زي ما حضرتك شفت في المقدمة ان احنا قلنا ان في شباب كتير جدا بتبتدي البيزنس ما بيبقاش عندها مشكلة في ان هي تحصل على الفلوس، لكن بيبقى عندها مشكلة في ادارة الفلوس بعد كده، وده اللي ممكن يسبب ازمة للبيزنس دوت ويخليه يقف. علشان كده احنا محتاجين ان احنا نعرف ايه هي الادارة المالية، وازاي الادارة المالية ديت هتساعد البيزنس او صاحب البيزنس ورائد الاعمال ان هو لما يعرفها من البداية يقدر ان هو ينجح ويكبر وينمو بالبيزنس بتاعه. فبداية حابين نعرف ايه هي الادارة المالية، مين هو المدير المالي، ايه هي المهام الوظيفية للمدير المالي. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا ناخد السؤال من اوله. الاداره الماليه هي الجهه المنوطه بالرؤيه او بالفيجن الخاصه بالبيزنس، هي اللي بتحدد الاهداف المستقبليه للبيزنس، غير خالص قسم الحسابات. قسم الحسابات ده اللي بيأيد الشغل اللي اتعمل، الفواتير، الفلوس اللي جت قد ايه، الفواتير اللي علينا ايه، المرتبات ايه، اللي كل ده اللي بيعمله قسم الحسابات. انما الاداره الماليه هي الشيء المنوط بالرؤيه، اللي انا هقترض مثلا امتى، المشروع الفلاني ينفع اعمله ولا ما اعملوش، الاستثمار اللي في الجهه دي هل الشركه قادره عليه كشق مالي ولا لا. ده المسمى للاداره الماليه. انما في الستارت اب بزنس الاداره الماليه مش صعب جدا حتى ان شاب او اي حد يبتدي البيزنس بتاعه يبقى عنده اداره ماليه كامله. فعلى الاقل يعني مطلوب منه انه يبقى عنده وعي او عنده مبادئ للاداره الماليه، اللي هو ازاي يقدر يفصل ما بين الفلوس الخاصه بالتشغيل والفلوس الخاصه بانشاء الشركه او تاسيسها. الاثنين دول شباب كتير قوي بتختلف فيهم او بتقع فيهم، اللي هو ازاي يقدر يعمل مشروع برقم معين فيحط كل الفلوس في التأسيس. مزبوط. وهو مش عارف يعمل الاوبريشن بتاع المشروع هيمشي ازاي، العمليات البيعيه او العمليات التصنيع او هيمشي ازاي فيقع. النقطه الثانيه اللي هو ما بيبقاش عارف هامش الربح بتاعه يقسمه ازاي او يجزأه من انهي حته او يتعامل معاه ازاي، هل هيضيفه كقيمه مضافه، هل هيزود بيه استثمار، هل هيصرفه كله. كل الكلام ده ما بيبقاش عارفه، فبتلاقيه عمل البيزنس وفي نفس الوقت استك بعد شويه والبيزنس بتاعه قفل. غير الشركات بقى اللي اوريدي جاهزه، يعني الشركات القديمه او اللي عندها باع في السوق، فالاداره الماليه بالنسبه لها بتبقى اداره فاهمه كويس جدا جدا هي بتعمل ايه. وساعتها بيبقى البيزنس اونر او صاحب العمل مش مطلوب منه يكون على درايه كامله بالاداره الماليه، بيبقى الاداره الماليه هي ذراع تكميلي معاه وذراع كمان من القيادات العليا، زيه زي قسم التطوير، زيه زي الاداره الهندسيه، زيه زي قسم التكنولوجيا لو هو مصنع، زي اي قسم موجود من الناس اللي بتحط الرؤيه المستهدفه للمنشاه الكبيره دي في المستقبل. السنه الجايه احنا هنعمل ايه؟ يعني النهارده لو احنا بنقفل، بما ان احنا كل سنه وحضرتك طيب، احنا في اخر السنه، بكره راس السنه او السنه الجديده، بدايه سنه جديده. المفروض ان اي منشاه
تقعد مع كل الادارات الكبيره بتاعتها بما فيهم الاداره الماليه، ويحطوا الخطه المستقبليه للسنه الجديده. ايه هي الخطه المستقبليه للسنه الجديده؟ احنا هنعمل السنه الجايه. فيبتدي الاداره الماليه تقول لهم والله احنا معانا هامش ربح قد كذا، المفروض ان احنا هنستثمره في الجهات اللي الاقسام التانية بتقوله، او هيجي يقول له احنا معناش الكاش فلو كويس في الشركه، فاحنا محتاجين ناخد تمويل من جهه معينه، لا والله احنا مش هنقدر، محتاجين نقلل المصروفات الفتره دي. ده الدور اللي بتقوم بيه الاداره الماليه، غير قسم الحسابات خالص. يعني ده بيبقى قسم وده بيبقى قسم. واي شاب او اي حد عايز يعمل بيزنس ما عندهوش الدرايه، مش هنقول الكافيه، بس الدرايه المبدئيه ازاي يدور راس المال بتاعه، هيواجه مشكله كبيره جدا جدا في المستقبل القريب، ان هو مش هيعرف يكمل او مش هيعرف يحسب حساباته ويعرف هو عمل ايه بالظبط. لان هو اي بيزنس قائم على الفلوس. انا اي حد بينزل يشتغل علشان يجيب فلوس وعشان يقدر يكبر البيزنس بتاعه فمحتاج فلوس، فهو لو مش هيعرف يدير الفلوس زي ما حضرتك قلت هيقفل في القريب العاجل. فهنا احنا كده عرفنا يبقى الفرق ما بين المحاسب مدير الحسابات هو ده اللي بيكتب الارقام، انا عندي كام ورايح فين ومعايا كام في الدرج وهحط كام في الخزنه، القيود اليوميه. بالظبط، القيود اليوميه او الحسابات اليوميه بالظبط. لكن المدير المالي هو دوت اللي بيقول لي بقى احنا الفيجن بتاعنا ايه، التسعير اللي المفروض ان احنا نسعره بشكل كويس ايه، احنا النت بروفيت بتاع البيزنس بتاعنا كام، احنا كمان سنتين مثلا الرؤيه الفلانيه عايز تفتح هنا فاحنا محتاجين مبلغ قد كده، فعلى مدار السنه او السنتين دول يبقى المفروض نعمل مبيعات كذا عشان ندخل كذا ويبقى معانا مبلغ كذا فنقدر نعمل الاستثمار الفلاني. فهو اللي بيقول لنا احنا في مثلا ازمه ممكن نواجهها فمش عايزين نصرف دلوقتي، ندخر اكتر مبلغ ممكن علشان نقدر نواجه الازمه. فاذا هو اللي بيبقى شايف المستقبل ويقول لي الفلوس بتاعتي ديت على اساس المستقبل ده اقدر اتحكم فيها ازاي. هو يعتبر، هقولها لك بالبلدي يعني، هو يعتبر كشاف النور اللي منور للشركه الطريق قدام. ممتاز. يعني هو حقيقي الاداره الماليه هي كشاف النور اللي بتنور للشركه الطريق قدام، وهي الاداره اللي تعتبر الاداره السريه الوحيده في الشركه، اللي ما فيش اي حد ينفع يطلع عليها او يطلع على اليات شغلها او يطلع على هي الدنيا عامله ايه. يعني صعب جدا جدا تلاقي ده المكتب اللي ما ينفعش حد يخشه. يعني ما تلاقيش الموظفين داخلين خارجين عليه، ما تلاقيش الكمبيوتر بتاعه مكشوف على كمبيوتر حد. ما تلاقي، صعب. الاداره الماليه هي بطن الشركه. هي الحاجه اللي بتقول احنا رايحين فين بالظبط، احنا رايحين فين اصلا. هي كشاف النور زي ما انا بقول لك اللي بيحدد لي الطريق للمستقبل، انا مكمل كويس، انا ماشي على خطه ثابته، انا بعمل بومينج، انا عندي نطاط وقفزات معينه، انا بقع فين في السنه، انهي شهور عندي في السنه، انا بشتغل على هامش ربح محترم، لا انا هامش الربح بتاعي عالي فانا مش عارف انافس في السوق. هي كشاف النور هي اللي بتوضح لك كل حاجه قدام. هي 50% على الاقل من نشاطك المستدام اللي انت هتكمل ازاي من غير اداره ماليه قويه، او لو انت ما عندكش المقومات اللي انت تدير مشروعك باداره ماليه قويه انت هتكمل ازاي. طيب هنا انا دلوقتي هبتدي بيزنس ستارت اب، بس انا ما عنديش القدره ان انا اجيب مدير مالي او ان انا اتعامل مع مدير مالي حتى فريلانسر، لان انا السيوله بتاعتي في البدايه بتبقى محدوده جدا 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 او متواضعه جدا. هنا اقدر من هنا اطلع من المعضله ديت ازاي؟ ان انا الاداره الماليه ديت حاجه اساسيه لازم ابتدي بيها البيزنس، وفي نفس الوقت انا ما عنديش القدره ان انا اجيب مدير مالي او ان انا اتعامل مع مدير مالي. ازاي بقى اطلع من النقطه ديت؟ اللي انت تبقى عامل دراسه جدوى كويسه لمشروعك، لان هي دراسه الجدوى هي اللي بتحدد كل ده. يعني بتحدد انت بتشتغل فين، هتعمل ايه، محتاج كام، محتاج راس المال المبدئي كام، محتاج استثمار قد ايه في الفتره اللي جايه. بدون دراسه جدوى لمشروعك على الاقل لو انت حتى عاملها بالبلدي، طب انت هتكمل ازاي؟ لازم يبقى في دراسه جدوى للمشروع محترمه، معموله بنسبه كبيره 70% انت اللي ايدك فيها. يعني من غير ما تكون انت اللي عاملها مش هتبقى ناجحه، لانك انت اللي عارف مقوماتك الشخصيه ايه. انا بقى راجل بفهم في الحسابات فانا قوي في الاداره الماليه، فانا مش محتاج اداره ماليه قويه، انا موجود. انما واحد تاني ما بيعرفش يحسب حساباته فهو محتاج اداره ماليه، او محتاج زميله يبقى بيقدر يبقى محاسب صاحبه او حد بيشتغل في اداره ماليه يبقى بيساعده في الفتره الاولانيه. انما بدون دي في اي مشروع انت مش هتعرف تحسب حاجه.
مظبوط. ده احنا حتى متعلمينها من ايام زمان، يعني كان يجي يقول لك مامتك في البيت هي الاداره الماليه، هي الست اللي هي اللي بتعرف تدبر، هي مدبرة فالست يعني كلنا ربنا يبارك في امهاتنا كلنا، فالام اللي ما كانتش بتعرف تدبر بيتها كانت بتقول عليها زوجه فاشله. أيوة صح مظبوط. ولا انا غلطان؟ صح. فهو هي ده اساس الاداره الماليه. أيوة. يعني اساس الاداره الماليه اللي انت تعرف تدبر، تدبر مش تصرف مظبوط. او مش تأيد اللي انت بتصرفه، ما انت ممكن تأيد اللي انت تصرف غلط. أيوة. فعادي قبضت النهارده فلوسك خلصت، طب ما انت هتعمل ايه بكره؟ انت فاهمني؟ صح. فالتدبير دي جايه من الاداره الماليه، انا بدبر الايرادات اللي عندي اللي انا اخرجها في مصروفات سليمه، وفي الاول والاخر ادور على نفسي ربح، وفي الاخر اعرف اطور، وفي الاخر اعرف استثمر جزء تاني في شغلانه تانيه، وهكذا وهكذا لحد ما استثماراتك تكبر وتلاقي نفسك بقيت منشاه كبيره في يوم من الايام، وعندك قدره على التطوير والمواكبه والتحديات اللي بتمر بيها العصر. حلو. طيب احنا هنا لو هنقول اداره ماليه وهنربط الاداره الماليه بالاستدامه، فهنا انا لو عندي بيزنس او هبتدي بيزنس وعايز ان انا استدين بالبيزنس دوت ويبتدي من هنا ان هو يكبر ويتوسع، فلازم مرحله من المراحل يكون في اداره ماليه. اكيد. طيب هنا احنا زي ما قلنا احنا في البدايه انا كستارت اب ما عنديش القدره ان انا اعمل اداره ماليه، فمن هنا ممكن ان انا اروح اتعلم زي ما حضرتك قلت، اعمل دراسه جدوى بشكل كويس، اكون انا اللي اعملها بنفسي وبشكل بسيط، عشان الناس بتحس ان دراسه الجدوى دي حاجه مكلكعه قوي. هي دراسه الجدوى ديت بتعرفني ايه هي الفكره بتاعت المشروع بتاعي، هبيع لمين، هبيع ايه اللي انا هبقى محتاجه كتجهيزات، كل التجهيزات، لو المكتب ده بكام، المايك ده بكام، ده بكام، ده بكام، فكل التجهيزات اللي انا هعملها، ايه هي الماده الخام بتاعتي، لو انا مثلا هصنع منتج او ابيع منتج انا كوسته عليا كام، انا هامش الربح بتاعي كام، وهي ديت بالنسبه بشكل بلدي دراسه الجدوى، ان انا اعرف كل عمليات محتاجها البيزنس بتاعي، ومين العميل اللي انا هبيع له وهبيع له فين وبكام، وهبقى محتاج مبلغ قد ايه عشان اجيب الماده الخام ديت، وعلى اساسه دوت اللي بيوفر عليا في البدايه المدير المالي. زائد طبعا عمليه التطوير الشخصي، ان انا اكون بروح بقى اطور، اخد كورسات مثلا في الاداره، كورسات في الاداره الماليه، كورسات في المحاسبه، ان انا اقدر من هنا ان انا اطور من نفسي واخد معلومات وخبرات من اللي سبقوني في الطريق علشان اقدر اخد الخطوات دي. طيب هنا بقى خلاص ربنا اكرمني والمشروع بتاعي كبر ووصلت عند ليفل معين اقدر ان انا اجيب مدير مالي. هنا انا اتعاملت مع شركات كتير عشان البيزنس بتاعي هو خاص بالسوشيال ميديا والتسويق وكده، فدخلت شركات وممكن تكون شركات متوسطة فيها مثلا بال50 عامل و100 عامل، بس هم ما عندهمش إدارة مالية، هو بس مكتفي بالمحاسب اللي قاعد بيحسب الحسابات. هنا هو برضو غافل عن نقطة الإدارة المالية. طيب في مرحلة معينة ان انا بوصل فيها بقول ان خلاص استحالة البيزنس دوت هيكبر الا بمدير مالي، ولا هو ممكن حد هو دماغه حلوة في العملية ديت، ممكن ما يكونش مدير مالي بس هو دماغه حلوة في عملية إدارة الفلوس ومكتفي بس بالحسابات ويقدر ان هو يديرها ويطورها، ولا لا هو حتى لو كان شاطر لازم برضه محتاج مدير مالي؟ هي مش محسوبة كده، هي يعني ما فيش حاجة اسمها لازم ومش لازم. طبعا لازم، يعني الكتاب بيقول لازم، مش انا اللي بقول لازم، بس انت حر. يعني ايه انت حر؟ يعني اصلا انت حلمك ايه وطموحك ايه؟ انا ما اعرفش اي شخص هو عايز يعمل مشروع او هو اصلا تارجته ايه، هدفه ايه. هو هدفه يكبر جوه المشروع، ولا هدفه اللي هو يعمل حاجه تجيب له قرشين وبعد كده يعمل حاجه تانية وحاجه ثالثه وحاجه رابعه؟ ما اعرفش. انما لو انت بتتكلم على الكتاب، لا طبعا لازم يبقى في اداره ماليه، لازم يبقى في اداره ماليه وبتزيد. يعني ايه؟ ما انت ممكن تبتدي بمحاسب وبعد كده تلاقي نفسك جبت مع المحاسب محاسب، وبعد كده جبت مدير مالي، وبعد كده جبت مساعد مدير مالي، تلاقي المنظومه بتكبر 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 لحد ما منشاتك دي يبقى فيها زي ما انت قلت من 50 طب 100 طب 200 طب 300 طب 2000. ما هو ما فيش حد اتولد كبير. أيوة. هي النقطه كلها ان كل واحد ابتدى وعنده يعني حلم او هدف هو عايز يوصل له ووصل له. اللي بيوصل للي حضرتك بتقوله ده اللي هو بيبقى عنده الهيكل الاداري الكبير ده واحد كمل في مشواره. أيوة. هل اللي احنا بنتكلم عليهم ناس هتكمل في مشوارها ولا لا؟ انما ما فيش حاجه اسمها هو محتاج ولا مش محتاج. لا، هو ممكن يبقى محتاج لو هو ما عندوش اي درايه بالموضوع، وممكن ما يبقاش محتاج لو هو عنده البدايات او عنده المبادئ، بس هيحتاج في يوم من الايام لو شركته كبرت. أيوة. يعني ما هو لازم هيحتاج، انما هيفضل هو اللي بيدير؟ لا، دي اسمها بتبقى حاجه اسمها ايه،
مش شغل بلدي بس، هي منشأة فردية عمرها ما هتوصل ان هي تبقى منشأة كبيرة. أيوة. حتى لو كانت شغالة في ملايين. ايوه يعني انا بالنسبة لي المنشأة الكبيرة مش منشأة هي منشأة بمليارات ولا بملايين، هي منشأة كبيرة من الاستمرارية، وابتدت من كام ووصلت لكام. لان انا ممكن اكون راجل وارث، ايوه صح؟ مظبوط. فانا خدت ورث ابويا فهو ملايين، فانا هديره بطولي، بس هو ممكن الورث ده يضيع مني في خلال 10 سنين استنزاف استنزاف استنزاف، لان انا ما كنتش ماشي صح. مظبوط صح. وممكن تكون اليات الزمن اختلفت. النهارده بقى في تكنولوجيا وبقى في علم وبقى وعلى فكره في نقطه مهمه قوي، في منافسين. مظبوط انت صح. مش لوحدك. ايوه انت فاهمني؟ انت مش شغال لوحدك. مظبوط. انت قدامك منافسين، المنافس بتاعك لو بيتطور وانت ما بتتطورش ما انت هتقع. مظبوط. طب خلاص يبقى انت خسران. يبقى انت زي ما المنافس بتاعك بيتطور، انت ايه الياتك في التطوير؟ ايوه انت هتطور ازاي؟ ولو انت مش رابط اهدافك مع بعضها ومسافه معينه في السكه، لان احنا غير بعض. يعني انا وحضرتك دلوقتي احنا قاعدين احنا الاثنين، انا غيرك وانت غيري. مفيش حاجه اسمها مين احسن ومين اوحش، بس انا عندي كام سنه وخبرتي قد ايه، وحضرتك عندك كام سنه وخبرتك قد ايه. طب لا تمام، كمان في نقطه تانية، انا معايا كام في جيبي، طب وانت معاك كام في جيبك، طب انا اصلا تعليمي ايه، طب وانت تعليمك ايه، طب هل انت معاك اخوات بيساعدوك، طب هل انا لوحدي؟ احنا مش زي بعض بالظبط، كل واحد ليه. تخيل ان انا وحضرتك بنتنافس، ايوه اوكي، مين معاه اليات النجاح؟ مظبوط. مين فينا معاه اليات النجاح؟ فانت لو مش باصص على اللي قدامك او اللي بينافسك ان هو بيكبر او عنده اليات ممكن تكون احسن منك او خبرات اقوى منك او راس مال اعلى منك، وانت واقف عند نقطه انا الجامد وانا بتاع كل حاجه وانا اللي فاهم وانا اللي بعرف اخلص كل حاجه، حلو على فكره، هتشتغل سنه 2 3 وهتقف. هنيجي عند نقاط القوه ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، فدي حاجه اساسيه. بالظبط. فانت بدون اليات سليمه لاداره اي بزنس انت مش هيبقى فيه استدامه ومش هيبقى فيه استمراريه اللي احنا بنتكلم عليه. انا بخلق لك فرص للاستدامه، اللي انت ازاي تعمل مشروع ينفع يدير عليك ربح ويديك استدامه، وفي نفس الوقت تبقى انت مؤهل للمشروع ده يكبر. مظبوط. وعمر ما في واحد هيشتغل لوحده. مظبوط. يعني لازم كده الناس اللي معاك هتزيد وعددها هيزيد وهيزيد وخبراتهم هتزيد، وناس عندك هتمشي وناس عندك هتيجي، فانت لازم تبقى مؤهل لده، ولازم يبقى عندك المواكبه دي وتعرف تتعامل مع الشخصيات دي عشان تعرف تعمل بزنس بتاعك يكون بزنس سليم وقائم على الاستمراريه، مش قائم على لو موظف عندي مشي او انا جرالي حاجه او انا تعبت او انا مجهودي قل مشروعي باظ. مظبوط صح. وهو اصلا حاجه في البيزنس بيقول لك عايز تشوف نجاح البيزنس بتاعك، سيبه شهر وامشي، هيدير بنفس الكفاءه ولا هيقع. صحيح. هو لو مرتبط بصاحب البيزنس فقط، لو الشركه مرتبطه بصاحبها بس، لا يبقى في كسور كتير جدا. صحيح. انت محتاج تحط بقى نقاط الضعف هي ديت وتعدلها علشان توصل بالشكل اللي انت لو سبته ومشيت يبقى البيزنس بتاعك داير بشكل مظبوط. فاذا من هنا الاجابه على السؤال دوت ان هو كده في وقت من الاوقات لو عايز يستمر يبقى لازم اداره ماليه في وقت من الاوقات عشان يكمل الهيكل الاداري. صحيح. احنا دلوقتي بنتكلم على نقطة الاستدامة. انا علشان اعمل استدامة للبيزنس بتاعي فانا لازم اكون مذاكر كويس جدا، لازم اكون فاهم البيزنس اللي انا هعمله بشكل كويس، وابتدي من هنا اعمل قيمة مضافة للبيزنس بتاعي علشان يبقى في استدامة. طيب هنا انا خلاص ابتديت اتعلم بمعنى اصح شوية حاجات عن البيزنس وابتديت اعمل بيزنس. زي ما حضرتك ذكرت ان محدش هيتعلم من كورس الا لما لازم يبتدي من هنا ان هو يجرب على ارض الواقع. بس اللي احنا بنعمله النهارده وبنقوله النهارده احنا بنحط نقط او خطوط عريضه للشباب يبتدي من هنا ان هو يمشي عليه. ما هو انا دلوقتي مثلا انا عايز اتعلم حاجه معينه، طب هبتدي منين، فين، ازاي، ايه اللي انا محتاجه، وايه الادوات اللي انا عايزها. طالما ما لقيتش حد يقول لي والله انت محتاج مثلا مفك دوت والبنسه ديت وكذا عشان تفك اللمبه بالطريقه دي، خلاص انا عرفت ايه الادوات اللي هروح اجمعها، ابتدي اجرب انا بقى بنفسي. فمن هنا احنا مش بنقول له من مجرد حلقه او فيديو بيشوفه ان هو هيبقى ناجح، لكن احنا بنحط له النقط اللي هو هيمشي عليها. ايه اللي انت هتبتدي بيزنس محتاجه معاك، ايه الادوات اللي انت محتاجها. فمن حضرتك بتقوله يبقى اول حاجه وانت بتفكر تعمل بيزنس لازم تكون بتفكر في ايه هي القيمه المضافه اللي انت هتحطها، ايه هي المشكله اللي انت هتحلها للناس، لان هو دوت اساس اي بيزنس، يا اما بيحط قيمه مضافه يا اما بيحل مشكله. بعد كده ابتدي من هنا ان انا اتعلم كويس جدا عن البيزنس دوت، ايه هي الفكره وافهم كل تفاصيل الفكره دي. بعد كده ابتدي من هنا احط فيجن، والفيجن ديت على اساسها ابني بقى الاهداف بتاعتي.
طيب بعد كده هبتدي من هنا بقى في مجموعة ادارات المفروض ان انا اكون عارفها علشان اقدر ادير بقى البيزنس دوت. من ضمنها احنا قلنا ان الادارة المالية، وقبليها احنا زي ما حضرتك قلت المبيعات، ان انا لازم اكون فاهم مبيعات بشكل كويس علشان اقدر ابيع المنتج بتاعي، وبعد كده اي حاجة تانية انا هقدر اتعلمها. فاذا من هنا احنا عايزين نحط بيزك اساسي لاي حد هيبتدي بيزنس. ايه هي المهارات الاساسيه اللي ما يبتديش بيزنس الا لما تكون موجوده عنده، وبعد كده اي مهاره تانية او اي اداره تانية يقدر يتعلمها في الطريق، لكن بدون الاساس دوت هو مش هيقدر يبتدي اصلا. هقول لك على حاجه جميله. هو يعني مفيش بيزنس بيتعمل على قهوه، اوكي؟ المشكله ان كل الناس بتبتدي البيزنس من على القهوه. ايوه. مع ان انا عايز اقول لك ان القهوه نفسها كبزنس عايزه دراسه جدوى. مظبوط. يعني القهوه البلدي اللي في الشارع، أيوة. لو هي هناخدها از بزنس هي عايزه دراسه جدوى. فبدون دراسه جدوى لاي مشروع، حتى لو دراسه جدوى بلدي، يعني تبقى كاتب كل حاجه انت عايز تعملها، وكل حاجه انت عايز تشتغل فيها، ورؤيتك ايه، والفيجن بتاعتك ايه لمده 5 سنين، واصلا المشروع ده انت بتعمله ليه اساسا، وهل انت تفهم فيه ولا ما تفهمش. دي كلها اسمها دراسه جدوى. دراسه الجدوى اللي بتتقدم للبنوك يعني عشان خاطر ياخد الناس تاخد تمويلات، هي اساسا في الاصل هي دراسه ليك. أيوة. انت شخصيا، يعني انت لو اعتبرت اللي انت بتتعامل مع دراسه الجدوى دي ان هي دراسه ليك، هل انت فعلا فاهم المشروع اللي انت بتعمله، ولا دراسه انا هروح لمتخصص يعملها لي عشان اروح اقدمها في البنك فاخد التمويل وبرضه افشل؟ ايوه. ما نجحتش لان انا مش فاهم. أيوة. هو واحد عملها لي فاهم، فجاء عملها وادهاني، فالبنك وافق عليها فاداني التمويل، فعملت المصنع الصغير بتاعي، الورشه الحرفيه اللي انا بعملها، الشركه بتاعتي اللي انا عايز اعملها، ايا كانت وات ايفر الشغلانه ايه. بس في الاخر هو اللي عامل لي دراسه الجدوى مش انا، فبالتالي انا مش فاهم، فبالتالي انا ما طبقتش. يبقى الاساس دراسه الجدوى. لو دراسه الجدوى اللي معموله مش انت اللي عاملها، حتى لو كاتبها ببلدي، لو ما بتعرفش بس انت كاتبها وفاهم الخطوات اللي انت هتأديها ايه، يبقى انت مش هتعرف توصل لحاجه. النقطه الثانيه الاداره الماليه، اللي هي الاداره الماليه. دراسه الجدوى دي هو عباره عن كلام كتير قوي مكتوب محتاج فلوس. أيوة. عشان يتطبق. فانا لازم اقسمها. الاداره الماليه بتاعتي الاولانيه ايه، اللي انا عايز اعمل المشروع ده هبتدي بكام، صح؟ وبعد كده الدور التشغيله بكام، وانا عايز منه كام. لان صعب جدا ان انا اعمل مشروع انا بقى اسيب شغلي او وظيفتي عشان اعمل مشروع ما بيجيبليش الدخل اللي انا عايزه. لان اكم من مشاريع يا فندم وقفت وهي ناجحه. أيوة. يعني هي ناجحه بس معهاش اللي يكمل. بمعنى انا شايف ان انا النهارده عملت مشروع بيجيب لي 10 جنيه 100 جنيه، بس انا محتاج 300 جنيه. انا محتاج عشان اعيش 300 جنيه. فانا اول شهر المشروع جاب لي 100 جنيه بس انا معيش اللي يغطيني. وعلى فكره انا بتكلم في اقل مستوى، يعني انا مش بتكلم اللي ايه يا عم ما تعيش ب 100 جنيه، انا بحط الارقام في حقيقيه. فانا عايز 300 جنيه، فانا اروح استلف 200 جنيه عشان اكمل، مع ان مشروعي ده بعد 10 15 شهر ممكن يوصل اللي هو يحقق 100000 جنيه 1000 جنيه. أيوة. انا بقى معيش اللي يخليني اكمل الثلاث 4 شهور اللي انا عمال ادفع فيهم ال 200 جنيه او استلف من الاستاذ محمود ال 200 جنيه. فجيت في النص وقفت فقفلت عشان اسد اللي عليا. أيوة. هل ده فشل ولا هي عدم وجود رؤيه؟ عدم وجود رؤيه. يبقى المفروض الاول ابقى انا فاهم هل المشروع ده هيحقق لي الحد الادنى في اللي انا محتاجه عشان اعرف اكمل، ولا هي بالكلام اللي بيتقال النهارده باليومين دول انا بعمل مصلحه. أيوة. يعني ايه مصلحه؟ يعني انا عندي البيزنس بتاعي داير عادي جدا، او انا عندي وظيفتي دايره جدا، ومش هموف من شغلتي الا لما المشروع اللي انا عملته ده يجيب لي اللي بيجي لي من شركتي او الحد الادنى اللي يخليني اعيش بيه وابقى مطمن عشان اكمل في البيزنس بتاعي اللي انا عملته واكبر بقى. برضو الحته دي الشباب بتقع فيها، فلازم تبقى انت فاهم. انا بحب احسبها من الاخر مش من الاول. أيوة. ممكن اكون غلط وممكن اكون صح، بس انا بشوف ان الحسبه دي بتليق عليا، بتليق على تفكيري، اللي هي ايه؟ هو انا عايز من المشروع ده كام مبدئيا عشان اشوف انا ينفع اخش فيه ولا لا. الا لو انا باخده از موضوع جانبي، استثمار جانبي، حاجه على جنب مش بتاعتي. يعني تجيب اللي تجيبه بعد سنه 2 3 4 5 انا بعملهم از سيفنج، يعني اللي هي تبقى فلوس مركونه على جنب. انما لو انا المشروع ده ده اللي انا بعيش منه، لو هو ما حققليش الامان الاجتماعي بتاعي يبقى انا هقفله عند وقت معين، هقفله. لازم احدد الاول انا بعمل ايه. فالنهارده لو حضرتك بتجيب تاكس، الشركات اللي بقت موجوده الخاصه بالنقل
بتلاقي الشاب بيتورط، بيروح يجيب عربيه قسط، بيكسب اول شهر تاني شهر مع عربيه زيرو. أيوة. اول شهر تاني شهر تالت شهر، بعد سنه يلاقي نفسه عليه تامين، عايز يغير كاوتش، العربيه عايزه صيانه، اللي كل الفلوس اللي عملها سيفنج، عمل 20,000 عمل 15,000 راحوا في العربيه ومفيش قيمه مضافه. المصيبه هنا حاجه كبيره قوي، هو اشترى عربيه بقيمه معينه، بعد 5 سنين من قسطها هيبيعها بأقل كتير جدا من القيمه الفعليه بتاعتها، فهو خسر. مظبوط. اشترى عربيه قسط يعني العربيه بجنيه، بالقسط بقت ب2 جنيه، باعها بنص جنيه، فبعد 5 سنين هو خسر قد ايه؟ هو بص لايه؟ بص ان هو عايش تمام في الفتره دي، انما ما ببصش حجم الاستثمار اللي حطه في البيزنس ده قد ايه، والراننج كوست بتاعه قد ايه كل اخر سنه، صح؟ وبعد 5 سنين راس المال بقى نفسه بتاع المشروع ده وصل فين؟ زاد ولا قل؟ ده اتخسف بيه الارض، صح؟ فانت طلعت من المشروع كسبان ولا خسران؟ خسران طبعا. مين بقى شايفها كده؟ يعني بعيد بقى عن ده نفسه تفريغ من الكيانات الشباب اللي هي ممكن تبني البلد. يعني عشان انا رافض جدا الفكره دي، ان هي خلى ناس كتيره قوي خريجين جامعات ينفعوا يبقوا هم الشباب اللي تبني البلد، راحت اشتغلت شغلانه ثانيه خالص، المفروض ده مش كاريرها. بس anyway الناس بتدور على اكل العيش، انا مش هقدر امنع ده، بس هو في الاول والاخر هو انا مش شايفه اكل عيش، انا شايفه خساره بعدين ما كسبتش منه حاجه. فهنا الدور بتاع ازاي دماغك تفكر. انت رايح تعمل مشروع حقيقته خساره، بس اللي واضح منه مكسب. مظبوط. فانت شايف ده ولا مش شايف ده؟ هنا بقى تيجي عنصر الخبره، يجي عنصر اللي انت بتبقى عندك دراسه الجدوى. لو انت ابتديتها من الاول بدراسه جدوى، شفت انت اشتريت العربيه بكام، وهتبيعها بعد 5 سنين بكام، وبتكسب عليها كام، وعربيه دي مصاريفها كام عليك، وهتدفع كام، وهتشتغل على كام، وتعبك وارهاقك كام. شوف بقى الاجمالي ده عجبك، لو عجبك خلاص تبقى الشغله دي مناسبه ليك، لو مش عجبك يبقى انت اساسا داخل تضيع عمرك سنه 2 3 4 في مشروع في الاخر هو فشل. مظبوط، صح. ما هو دوت السبب. يعني هي التكنولوجيا اي نعم افادت بشكل كبير، لكن برضو اضرت بشكل كبير، لكن اضرت بسبب جهل مننا احنا مش من التكنولوجيا. التكنولوجيا متاحه بالنسبه للناس كلها، في حد بيستخدمها خلت الشخص دوت يقدر يطور من نفسه ومن البيئه والمجتمع اللي حوالين منه، وحد تاني بيستخدمها بتخليه ان هو يحبط ويفشل، وناس ممكن تنهي حياتها بسبب الاكتئاب اللي هي بيتصدر لها من السوشيال ميديا. وبقى هنا عايز المعلومه سريعا، يعني هي خلاص الدماغ بقت بالنسبه له 30 ثانيه واقلب، هو خلاص ما بقاش عنده صبر ان هو يتعلم، ما عندوش صبر ان هو ياخد خطوه واثنين وثلاثه وعشرة وتفشل معاه ويفضل مستمر عليها علشان النتيجه ممكن تجيله بعد 20. صحيح. لا هو عايز من دلوقتي حالا. تيجي يقول لك مثلا، وما اكثر الاسئله اللي تلاقيها على السوشيال ميديا، والله انا معايا 100,000 جنيه، ايه المشروع اللي اعمله النهارده واخر الشهر يدخل لي مبلغ كويس، وكمان 3 شهور مثلا يكون جاب لي ايه 100,000 جنيه دول ما ترجعهم لي تاني؟ يعني ما فيش حاجه زي كده. صحيح. ودوت اللي سبب ان يحصل مستريحين كتير في البلد. ليه؟ لما هو دلوقتي ده شخص هو بمعنى صح طماع، هو مش عايز يتعب، مش عايز يشتغل، هو عايز بس يحط فلوس ويجيله مقابله فلوس. تاني حاجة البرامج بتاعت المراهنات اللي ضربت الشباب، فما ديت برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي الاقتصاد بتاع البلد انا شايفه ان هو بيتأثر بشكل كبير جدا، وشركات كتير ممكن تقفل بسبب العمالة. ليه؟ لان دلوقتي لما يجي مثلا حد يقول لك انت هتاخد 200-300 جنيه في اليوم، لكن هو على برنامج مراهنات وهو قاعد على سريره ويخش يلعب يكسب له 1000 جنيه، فواحد قدر ان هو في خلال 5-6 دقايق يجيب 1000 جنيه. تعال اقنعه اشتغل 10 ساعات وخد 200 جنيه. فاذا من هنا بقت السوشيال ميديا والبرامج اللي زي ديت هي بتيجي تنهار. طب تعالى بعد كده بقى نشوف قصص ناس يقول لك انا بعت كل ما املك واستلفت وخدت فلوس ناس وشغلتها وخسرتها بقى في برامج المراهنات ديت، وبقى عليه ديون وبقى عليه طار وبقى مطارد، فالحياه اتدمرت بشكل كامل. فاذا مفيش نجاح سريعا، مفيش حد هيوصل للنجاح الا لما لازم يجرب، لازم يشتغل، لازم زي ما حضرتك قلت كده ابقى فاهم اللي انا بعمله. مش حد تعالى والله انا عندي فكره مشروع حلو، هات ال 200-300 الف جنيه اللي معاك وتعالى نعمله فيلا بينا، فتفشلوا انتم من الاثنين، ودوت اللي بيؤدي للفشل. لازم من هنا اتعب واشتغل واجتهد الاول،
واذاكر بشكل كويس وافهم بيزنس، افهم اداره، افهم رياده اعمال، افهم اداره ماليه، افهم كذا، علشان اقدر من هنا اعمل بيزنس فعلا يقدر ينجح. واكتر حاجه من اللي حضرتك ذكرتها انا شايفها برضو هي مشكله بشكل كبير، الاستدامه. ان الناس دلوقتي بقت تستسهل. عايز اقول لك ان المنطقه اللي احنا موجودين فيها يعني مربع مثلا ما كملش 500 متر، في مثلا 30 قهوه و30 مطعم. ممكن تكون عماره واحده ما كل المحلات اللي موجوده فيها مطاعم وكافيهات. فاذا من هنا كل يوم بقى يفتح مطاعم وكافيهات وتقفل، مطاعم وكافيهات وتقفل. ما هو مش ده البيزنس اللي هيعمل استدامه، وده البيزنس اللي هيكبر اقتصاد، وده البيزنس اللي هيجذب مستثمرين، وده البيزنس اللي هيدخل عملات صعبه للبلد. عايز حضرتك تدي نصيحه للشباب ايه هو انواع البيزنس او افضل بيزنس يكون فعلا يدر عليه بعائد كويس، يكون ليه مستقبل بشكل كويس، يعمل منه استدامه ويكون بيفيد منه فعلا المجتمع والبلد، ودوت ما يخلوش يسافر بره. لان في ناس شباب بتلاقيها بتروح تسعى انها تشتري فيز بال 200 300 الف جنيه وتسافر تتغرب وتنام في الشارع وما تلاقيش شغل وترجع تاني بلدها. طب لكن مصر هي رجال اعمال كتير جدا 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 بيبقوا بيتمنوا ان هم يجوا يعملوا استثمار في مصر، لان مصر فيها قوه شرائيه عاليه جدا. مصر فيها 50% من العامل البشري شباب قادر على الانتاج وقادر على العمل. مصر في موقع استراتيجي مميز جدا رابط وسط قارات العالم. مصر فيها كل الطبقات وكل الشرائح. عايز تعامل ناس غنية جدا هتلاقي، عايز تعامل ناس متوسطة هتلاقي، ناس متواضعة هتلاقي. فإذا مصر لا السوق بتاعها قوي، بس هنا الشباب هو اللي بيستسهل بمعنى أصح. عايزك حضرتك تدي نصيحة للشباب. أنا لو هعمل بيزنس ايه الفكر اللي ابتدي بيه بيزنس؟ زي ما حضرتك قلت لازم اشوف رؤية واكون فاهم الدراسة بتاعته والخطوات بتاعته. فانا دلوقتي معايا المبلغ دوت لو انا هعمل بيزنس، وزي ما حضرتك قلت اروح اجيب عربية شغالة في وسائل النقل، مع ان المبلغ دوت اقدر احطه في بيزنس تاني يعمل استدامة ويعمل مليارات. فمن هنا ايه نصيحتك للشباب لما يجي يعمل بيزنس هو معاه مبلغ متواضع وهيعمل بيه بيزنس؟ طيب خليني برضه ارد عليك الرد من اول مداخله حضرتك. التكنولوجيا عمرها ما كانت عيب، وعشان خاطر ما يتقالش على جيلي لو جيل رافض للتكنولوجيا، لا انا عايز اوضح رؤيه تبقى محطوطه قدام كل الناس. كل شيء هيحسن استخدامه هيبقى مفيد، مظبوط. واي شيء هيساء استخدامه فهو مضر، حتى في الرياضه. يعني حتى لو انا بتمرن وبجهد نفسي جدا جدا في التمرين، انا وارد جدا اتعرض لمشكله قلبيه، ازمه صحيه، اتكسر، فهو كله كده. مظبوط. فلازم يحسن استخدام الشيء، يحسن استخدام الشيء. النقطه الثانيه اللي حضرتك اثرتها برضو بخصوص المنطقه اللي احنا قاعدين فيها، انا هسالك سؤال وانت هتجاوب عليه لوحدك. هو انهي قهوه وانهي كافيه وانهي مطعم انت عارفه باكله معينه او كوبايه قهوه ليها طعم مختلف في كل المكان هنا؟ اكيد لا، مفيش بالظبط. صح؟ حقيقي. لان طالما الموضوع حصل فيه انتشار وتقليد اعمى، انا مش شايف ان انا عندي قيمه مضافه. هو ده المبدا بتاع القيمه المضافه. انا لو ما عنديش قيمه مضافه بقدمها في مشروعي يبقى انا بقلد، ولو انا بقلد يبقى انا عمري ما هكسب. فهتخش هتلاقي كل مطعم من المطاعم اللي موجوده فيها ترابيزه واحده بس اللي عليها اشغال. القهاوي اللي موجوده هتلاقي ترابيزتين ثلاثه اللي شغالين. انما هل في قهوه عليها كثافه؟ هل في مطعم عليه كثافه؟ لان هو الكثافه دي بتيجي منين؟ من القيمه المضافه اللي انا بقدمها. الناس جايه تاكل عندي عشان انا اكل كويس، الناس جايه تشرب عندي كوبايه قهوه لان انا بقدم كوبايه قهوه كويسه. ده القيمه المضافه. فنصيحتي للشباب دور على القيمه المضافه، ما تدورش على التقليد، ودور اللي انت تكون منتج مش مستخدم. بمعنى الجو عندنا في مصر او الشباب عندنا في مصر هم مستخدمين للتكنولوجيا وبيكسبوا منها فلوس، هم فاهمين كده. اوكي، مع ان الحقيقي اللي بيكسب مصنع التكنولوجيا. المصنع اللي عنده الاساس، اللي انت حتى لو بتكسب سنت، بس انا بكسب الدولار، ولو انت كسبت دولار فانا بكسب $1000. هنا الفرق. دور ان انت تكون الاساس، دور ان انت تكون المصدر مش المستخدم. هل في مشاريع في مصر ما فيهاش الكلام ده؟ طبعا في كتير. مزبوط. طبعا في كتير. انت عندك السياحه فيها استدامه،
عندك الزراعه فيها استدامه، عندك التصنيع في استدامه، عندك الطاقه الجديده ومتجدده فيها استدامه، عندك المشروعات الصغيره والمتوسطه فيها استدامه، عندك المشغولات اليدويه فيها استدامه. كل دي مشاريع فيها استدامه. الاكل والشرب فيه استدامه. مظبوط. صح ولا انا غلطان؟ صح. كل الحاجات دي فيها مشاريع استدامه. ما تدورش ان انت تكون وسيط، حتى لو كانت الوساطه جزء مبدئي في حياتك. انت بتبتدي مشروعك بالوساطه. هل دي حاجه غلط؟ لا طبعا مش غلط، بس لازم تطلع منها. اللي انت تبقى مثلا انا ببيع ورق، عشان بس الورق قدامي. انا ببيع ورق، ممتاز جدا ان انا افضل ابيع ورق. انا بروح اجيب الورق من المصنع اللي بيصنع الورق واديه للمستهلك بتاع الورق. بس لو انا مش في دماغي في يوم من الايام اللي انا اكون على الاقل امتلك المقص اللي بيقص الورق. انا بجيب الورق من المصنع برضو اغلى، يعني افرخ كبيره، لان انا ما عنديش الامكانيه اللي انا اعمل مصنع. اوكي، اجيب المقص واجيبه بتكلفه اقل وابتدي اقطع انا واغلف انا وابيع انا عشان اكسب القيمه المضافه دي. هنا انا ما عنديش استدامه. انا هوصل لنقطه اللي انا هقع، والمرحله اللي بعديها يبقى عندي مصنع صغير. طب المرحله اللي بعديها اللي انا استورد الخامات وابقى انا مصنع الورق الكبير اللي موجود في المكان بتاعي، مش هقول مصر يعني. هنا الاستدامه. القيمه المضافه بتاعتك فين كمان سنه؟ طب القيمه المضافه بتاعتك فين كمان سنتين؟ طب كمان 5 سنين؟ لو انت ما حطيتش ده بالنسبه لك قدامك في البلان او في الخطه اللي انت بتبقى حاططها لنفسك او في مشيانك او ما انتش بتعمل حاجه. انت هتوصل اللي انت تبقى وسيط وتختفي، توصل اللي انت تبقى سمسار وتختفي، توصل اللي انت يبقى عندك قهوه وتقفل، عندك مطعم ويقفل، فاتح مركز خدمه سيارات ويقفل. حط على دي مليون مثال هتلاقيه مكرر في اصحابنا واصدقائنا وكل معارفنا. ناس بتعمل حاجات كتيره جدا جدا وبتقفل وما بتتعلمش من الغلط. مظبوط. هي بتروح تعمل مشروع تاني وتقفل، وتعمل مشروع تالت وتقفل، وتعمل مشروع رابع وتقفل. طب وبعدين؟ مظبوط. زي بالظبط كده لما احنا كلنا قلدنا في مصر ان احنا كلنا بقينا نشتغل في العقارات، يا اما بنشتري يا اما وسطاء. وثلاث ارباعنا ما بيفهمش في العقار. ما بيعرفش اصلا في العقار. انت فاهمني؟ بس هو ايه، عرف عنده معارف، يعرف يبيع له شقتين 3، بيعرف يتكلم لغتين 3، بيعرف يبقى مش هقول مقاول لانه حتى ما يقدرش يبقى مقاول، بس يعني بيشتري ويبيع اجل زي الشركات العقاريه اللي موجوده دلوقتي، المطورين اللي بيخليك تشتري وانت تاخد الاوفر برايس. فكله افتكر ان هو بقى تاجر. مظبوط. صح. او صاحب عمل وهو مش صاحب عمل. دي اسمها سمسره، انما ما اسمهاش صاحب عمل. صاحب عمل يبقى انت عندك عمل، عندك رؤيه حتى لو في لوحدك. مش معنى ان انت تكون صاحب عمل انت تبقى صاحب منشاه وعندك موظفين، لا، بس عندك استدامه. انت بتصحى كل يوم، دي شغلتك. مظبوط. مش قاعد راكن مستني ال 500 600 الف جنيه الاوفر برايس ان انت تاخدهم بعد 6 شهور وهي دي شغلتك، تشتري وتبيع. دي اسمها سمساره. ده المفروض يبقى شغلانه اكسترا، حاجه زياده. انما مش ده عملي. أيوة. مش ده اللي انا بصحى له كل يوم. انت فاهمني؟ لان انا ما بشتغلش. ايوه. انت فاهمني؟ دي وجهه النظر اللي موجوده عندي. فين القيمه المضافه اللي انت بتقدمها؟ مشاريع كتير احنا لو هنعمل عليها حلقات على فكره. أيوة. لان مش هقدر اقول لك مسميات وخلاص. أيوة. ده في بنود صغيره جدا. يعني انا كنت قاعد مع حد من اصدقائي من الناس المستثمرين بره مصر. يعني مش عايز اقول لك اللي هو كان بيكلمني على يعني استثماره في ايه، في نبات على ما اعتقد الخروع. ايوه. انت فاهمني؟ بس يعني هو كل بس مثلا أيوة. شغله بقى اللي في الخروع ده ايه يعني. أيوة. زارع على ما اعتقد في افريقيا عنده بتاع حوالي 60,000 فدان. ايوه. وبيصدر بره مصر فدي كانت بالنسبه لي استثمار جديد وغريب. يعني اللي عنده 60,000 فدان، انا بالنسبه لي اللي ممكن يقسمهم في اكتر من حاجه زراعيه، يعني اكتر من يعني نوع من انواع الحصلات الزراعيه ينوع. لا، هو شايف ان ده استثمار مهم، وليه المخلفات بتاعته اللي بيقدر يبيعها ويشتغل عليها، والبذر نفسه بفلوس، والزيت بفلوس، كل حاجه فيه بفلوس. المنافسه فيه ضعيفه لان مش اي حد هيروح يعمل بالظبط. فده استثمار. يعني فالنهارده حتى الافكار البسيطه ممكن تعمل امبراطوريات. مظبوط. لو حصل فيها استدامه. هنا المبدأ اللي انا بتكلم فيه، دور على القيمه المضافه اللي تعمل استدامه. بدون استدامه انت ما عندكش امان مجتمعي. مظبوط. انا اتبسطت جدا بالمقابله حضرتك ديت وبمعلوماتك الجميله. حضرتك فعلا كنت من الضيوف المميزه اللي بتشرفني في الاستوديو والبرنامج بتاعنا دوت.
وزي ما احنا متفقين والمشاهدين عارفين ان البودكاست بتاعنا هو مش قائم على استضافة ضيف حلقة. كل ضيف هو بيبقى ليه سلسلة بناخد من الخبرات بتاعته في كل حلقة من الحلقات، بنتكلم فيها عن موضوع خاص بالبيزنس، سواء في رحلة النجاح بتاعته او سواء في عملية الادارة والبيزنس وافكار البيزنس وهكذا. لان مش حلقة واحدة هنقدر ان احنا ناخد من خبرات حضرتك 25 سنة 30 سنة نقدر ان احنا نديها في حلقة واحدة، مش هتيجي جزء في المية من الخبرات اللي موجودة عند حضرتك. علشان كده هيكون في لقاءات تانية ما بيننا ان شاء الله هنرتبها مع بعض، هنتكلم في كل لقاء عن جزئية معينة ان شاء الله، ديت هتبقى اضافة لكل الشباب ورواد الاعمال اللي بيشاهد البرنامج بتاعنا. انا شرفت جدا بحضرتك، وان شاء الله الحلقه اللي جايه احنا هنتكلم فيها مع الباشمهندس احمد عن انواع المشاريع اللي ممكن تعمل استدامه، وانا لو معايا مبلغ ازاي اقدر ابتكر فكره مشروع مناسبه للمبلغ وفي نفس الوقت تكون فيها استدامه، وفي نفس الوقت المبلغ دوت يكون بيضر بعائد ربحي عالي عليا، وفي نفس الوقت يكون المبلغ دوت قادر في يوم من الايام يبقى ملايين ومليارات. مش مجرد قهوه، مش مجرد كافيه، مش مجرد مشروع تقليد هروح اقلده، لا احنا هنتكلم في الحلقه الجايه، وانا شايفها من وجهه نظري ان الحلقه دي الجايه ديت هتبقى من اقوى الحلقات، لان هنتكلم فيها عن موضوع وسؤال ناس كتير جدا بتساله، الا وهو انا معايا مبلغ كذا اشغله في ايه مشروع ربحي. وهو ده اللي هيبقى موضوع الحلقه بتاعتنا اللي جايه. لو معاك مبلغ وعايز تستثمره او عايز تعمل مشروع، ايه افضل مشروع يعمل لك استثمار وعائد وفي نفس الوقت يبقى عامل استدامه وتقدر تكبر وتتطور معاه. انا متشرف جدا بحضرتك استاذ احمد، وان شاء الله متشوق للحلقه الجايه باذن الله. انا اللي سعيد جدا باللقاء ده، وبشكرك جدا جدا على الدعوه الكريمه دي واتاحه الفرصه اللي احنا نتكلم في حاجات تهم شباب بلدنا ومستقبلهم اللي جاي. والنقطة التانية أنا عايز أشكرك أكتر على موقفك الداعم للشباب. يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن البرنامج ده يعتبر هو قلبا وقالبا الأستاذ محمود وشركة أي خدمة، وحقيقي هو راجل طلب مني الحضور لعمل اللقاء الجميل الثري ده بدون أي حاجة، وهو القائم على كل حاجة بمعداته بحاله بشغله بكل حاجة هو اللي عاملها، لأنه هو حابب الفكرة ومؤمن بيها. وأنا من الشخصيات اللي بتحب الشباب اللي بالشكل ده، اللي عايز يغير وعايز يعمل تغيير شامل وشغل احترافي بصراحة عجبني. هو عايز يعمل حاجة كويسة وبيقدم فعلا حاجة كويسة، وعنده هدف سامي قوي اللي هو عايز يخدم كل الناس ويحقق لهم الاحتياجات المطلوبة ليهم ويقدم لهم كل الخدمات اللي يقدر يعملها. حقيقي هو شاب مجتهد. انا بشكرك جدا 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 على الدعوة دي، وسعيد جدا باللقاء الثري ده، ومبسوط بمكانك وشركتك، وحقيقي انت فخر وشاب قادر على التغيير، واتمنى لك كل خير. والله انا اللي مبسوط من كلام حضرتك ده، شهاده وسام على صدري. لا تستاهلوا والله. شكرا جدا لحضرتك على كلامك الجميل دوت. ان شاء الله لينا لقاءات جايه مع بعض ان شاء الله باذن الله. شكرا.